جريمة النهاردة من أبشع الجرائم اللي ممكن تسمح. ليه أبشع الجرائم؟ لأن أهم حاجة في الحياة وهي الأمانة الزوجية. عارف يعني إيه إن أنت تروح شغلك أو أنت تسيبي جوزك وتخرجي أو هو يخرج يروح شغله وأنت بتبقي مأمناه على نفسك، وترجعي في الآخر تلاقيه بيخونك، أو أنت ترجع من شغلك تلاقي مراتك بتخونك، أو أي حاجة من الحاجات البشعة دي. هي دي جريمة النهاردة. واحد راح شغله اكتشف إن مراته بتخونه كل يوم مع عامل الدليفري. الأبشع من كده ان عامل الدليفري ده يطلع حد من قرايبها. الابشع من كده بكتير ان هو اتحدى اهله علشانها. تفاصيل هنشوفها مع بعض. في الاول صلى على النبي. جريمة النهاردة واحد هو نفسه اللي فضح طليقته، انا مش هقول عليها مراته لان هو فعلا طلقها، وقرر ان هو ياخد حقه وينتقم بان هو نشر كل فيديوهات الخيانة بتاعتها على الميديا. انت هتسمع القصة الاخر وهتقول ليه حق ولا شخص غلطان. الحكاية ابتدت من شخص كان عايش حياته عادي جدا، وكان قرر ان هو يتجوز. هو مهندس وقرر ان هو يتجوز مع اول بنت قابلته حبها خلاص، قرر ان هو يتجوزها واتجوزوا فعلا. قعد سنة 2 3 ما بيخلفش، وكانت تصرفاتها جت في الاوقات الاخيرة وبتتغير. هو قال يمكن زهقت ملت من الروتين اليومي بتاع كل يوم. يعني في الشغل بيجي من الشغل ياكل لقمة ويدخل ينام، يصحى الصبح يروح الشغل، دماغه ما جابتوش لاي حاجة وحشة. كل اللي جه في باله ان هي الست قاعدة طول اليوم في البيت ما بتعملش اي حاجة ولا شغلة ولا شغلانة، يا دوبا بتروق البيت، ده ان كان اصلا بيحصل فيه اي حاجة هو على قد اللقمة وبس. فهو كل اللي جه في باله ان هي تكون زهقت، فقرر ان هو يراضيها وان هو يغير لها المود. من الاتجاه التاني هو بيتحدى اهله علشانها. اهله عايزين يشوفوا له خلفة، عايزين يفرحوا بيه وباولاده، بس هو كل اللي على لسانه لا، انا مش هسيبها، انا مش هتجوز عليها. في الاخر بقى ان هو اخرة صبره ده كله واخرة السنين اللي هو زعل اهله علشانها، في يوم من الايام كان جاي من بره، فالبواب وقفه وقال له لو سمحت، كل اصحاب العماره متضايقين وان الناس مش عارفه تطلع ولا تنزل، وان هو قافل على العربيات ومش عارفين يتحركوا خالص، ومعطر المرور بسبب ان هو بيركن المكنه بتاعه الدليفري بالساعه وبالساعتين تحت. فقال له طب انت بتقول لي انا ليه؟ ما تشوف مين صاحبها وكلم معاه، او ان انت خد اجراء قانوني. قال له ما هو انا بقول لحضرتك لان هو بيطلع الشقه عندك كل يوم وبيغيب بالساعتين والتلاتة. فقال له بيطلع عندنا؟ فقال له اه. فقال له ما اعرفش، هشوف الموضوع ده مع الجماعه. بعديها على طول طلع بيته وبيسال مراته. من هنا بقى بدات ان هي تتكشف، وهو بيسالها بيقولها هو في عامل دليفري جه عندنا النهارده؟ فهي ارتبكت واتوترت وقالت له ليه؟ قال لها علشان البواب بيشتكي، فاجبته بلا. هنا اجابها مع التوتر اللي هي فيه خلاه يشك، بس في نفس الوقت هو مداش خيانه. فقرر ان هو يدور وراها، لقى ان فعلا العامل ده بيطلع عنده كل يوم ساعتين. عرف منين؟ لما قال للبواب تعالى فرغ لي كاميرات السلم، لقى فعلا ان العامل بيطلع لحد شقته وبيدخل بيته وبيقعد جوه فترة طويلة وبعدين ينزل. فقرر ان هو يعرف ده مين وايه اللي بيدخله البيت عنده وبيعمل ايه الساعتين 3 كل يوم جوه. فقرر ان هو يجيب كاميرات مراقبة ويحطها في البيت، كاميرات من الصغيرة اللي بتبقى مخفية، فحطها في البيت، والكاميرات دي بتبقى متوصلة بالتليفون. عشان يقدر يضيف الكاميرات في الشقة بدون ما هي تاخد بالها او تحس بأي حاجة، خلاها في يوم عند مامتها وهو جه البيت وهي بره، وضاف الكاميرات في الشقة. بعديها على طول تاني يوم لقى ان الخيانة دي بتحصل فعلا. الابشع من كده ان طلع الدليفري ده اصلا ابن خالتها، يعني هي بتخونه كل يوم مع ابن خالتها. طيب اللي حصل ان هو لما شاف الفيديوهات دي راح وداها عند اهلها، بعد ما اداها علقة محترمة وداها عند اهلها ووريهم الفيديوهات بتاعت بنتهم وسابهم ومشى. ولما روح قرر ان هو يقلب الشقة، كان حاسس ان هو ممكن يلاقي اي دليل يدينها على اي حاجة كانت بتعملها ومن وراه، وهو كان متغفل طول الفترة دي. فهو بيدور لقى ان هي مخبية شريط منع الحمل في رف الدولاب بتاعها ما بين الهدوم. فهو قرر ان هو لازما ينتقم على التغفيلة اللي اتغفلها، وعلى كرامته وعلى رجولته وعلى كل السنين اللي هو استحملها علشانها وهي طلعت في الاخر بتغفله. بالاضافة عشان كمان ان هو جه على اهله علشانها. فقرر ان هو يرفع الفيديو على الميديا عشان يفضحها.
طبعا ده جزء من الفيديو اللي قدامكم. انتوا بقى من وجهة نظركم هو لما فضحها ده كان تصرف صحيح ولا كان تصرف خطأ؟ لان كل اللي شاف الفيديو من اصحابه وقرايبه وقرايبها كلهم بيغلطوه بيقولوا تصرف غلط، وان انت كان من واجب ان انت تستر عليها بما انك خلاص نهيت الحياة ما بينك وما بينها. انا عن نفسي شايفة ان هو تصرف غلط جدا، وان انت خلاص ربنا رفع الغشاوة من على عينك وقرر ان هو يفضحها قدامك، فكان من باب اولى ان انت تستر عليها وما كنتش تفضحها الفضيحة دي. انتوا بقى ردكوا ايه؟